السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا وسهلا بيكم في قناة منا، قناتكم. ان شاء الله القناة دي تكبر بيكم. صباح العسل، صباح الفل. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين سريع كده. بعد ما وديت ابني الحضانة كده قمت كده ريحت شوية يعني، وبعد كده آه قلت اقوم انفض الاوضه وارتبها لانه كان مبهدلها خالص. فقلت ننضفها سوا كده ونبقى مع بعض ونشجع بعض ان احنا نقوم نعمل حاجه في الجو الساقع والكسل ده. الشباك ده زي ما انتم شايفين كده على الشارع دايما فيه تراب ومتبهدل. يا دوبك هي يوم واحد بس وتلاقيه زي ما انت شايفه كده متبهدل تراب. قلت انفضه والم كده وانفض الشباك وامسحه كويس علشان خاطر التراب والهواء اللي بيجي من بره ما يبقاش كله تراب بالشكل ده. خلاص نفضته. بعد كده شلت المشاية بتاعت بنتي وبدأت اشيل اللعب بتاعت ابني كده بالشكل ده كده، واشيل كل حاجة في الارض واحطها في الدراج دي بتاعت التلفزيون عندي، انا عاملاها زي اللعب كده بتاعت ابني حطها فيها. بلم كل اللعب اللي فيها، اي حاجة بلمها فيها يعني لعبه كلها انا حطاها جواها علشان هو بيبهدل الدنيا. مش عامله له كرتونة، انا عامله له الدراج دي ليه هو مخصوص ليه يعني. خلاص لميت اللعب كلها كده، وبعد كده ابتديت بقى اشيل البطاطين اللي موجودة على السرير. انا كنت مهوياها بس النهاردة مش هويتها يعني، انا طبقتها على طول. ابتديت بقى افرش السرير وانزلها كده. ده اللحاف بتاع ابني وبنتي وانا، كل واحد متغطي بحاجة طبعا لان كل واحد بيشيل من عليه الغطا، فكده اريح. يلا نصلي على الرسول كده، ودايما نذكر الله طول ما احنا واقفين في المطبخ او بنعمل حاجة عشان ربنا يبارك في بيتنا وفي اكلنا ان شاء الله. بعد كده ابتديت خلاص روقت السراير، وابتديت بقى اطبق في اللحاف بتاعه كده وافرده على السرير. انا ما طبقتوش قوي، انا بس طبقته نصين كده لان هو بيجي على طول يفرده ما بيسيبوش يعني. خلاص اهي خلاص روقت الاوضه وروقت السرير كده ونضفته عشان يجي يلاقي الدنيا تمام كده. خلاص خلصت الأوضة وخلصت السراير، هبدأ بقى أشيل السجاد عشان أمسح الأرض. هي الأوضة نظيفة بس من تحت السجاد يعني لسه كنت مسحاها، بس حبيت ان انا انضفها كده وانفض السجادة من التراب كده اللي كان فيها والحاجات دي والمناديل اللي كانت عليها، انزلها كده من على السجادة. وبعد كده امسح الاوضه، قلت اكنسها كده واشيل الورق اللي هو عامله، وكمان رمي ورق يعني بنتي كانت بتلعب بقشر البرتقال فرميته في الارض كده، فشلت كل حاجه موجوده وكنست ورا الفريزر وشلت اللعب بتاعته كلها. جبت بقى المقشه وابتديت اكنس كده البلاط، وورا زي ما قلت لك الشباك بينزل تراب كده، كنست الحروف دي وبعد كده كنست الارض. خلاص ونضفتها وكنستها كويس جدا. بعد كده جبت بقى المساحة وقلت اطهر الأوضة كده واغسلها وامسحها بكلور، لأن الكلور بيبقى حلو طبعا مطهر، أو أي مطهر عندك اغسلي بيه الأرضية عشان طبعا أوضة الولاد بيروح الحضانة وكده، وبخاف يكون جايبة حاجة لأن الأيام دي طبعا الجو ملبش خالص في العيا ده. فالواحد أصلا مش ناقص، كل واحد بيقوم من النوم بنبقى خايفين عمالين نقول يا ترى هيعيا النهاردة ولا هيبقى كويس ولا ايه اللي هيجرى. بعد كده خلاص جبت الشرشبة عشان امسح الأوضة كده، وشلت الستارة رفعتها فوق عشان امسح الأرض بالشكل ده كده، ومسحت ورا الفريزر برضو. خلاص اهو. ابتديت طبعا اجيب من تحت الترابيزه بتاعه التلفزيون عندي، جبت من تحتها طبعا ومسحتها خلاص وسبت الارض تنشف. وجبت السجاده بعد ما نفضتها طبعا بره، انا بس نزلت من اي حاجه من عليها في الاوضه وبعد كده نفضتها بره في الشارع، وجبتها خلاص بقت جاهزه معايا اهي. فرشتها في الارض بعد ما الارض نشفت خالص. يلا قومي تشجعي لو لسه ما تشجعتيش كده، قومي روقي اوضه الاولاد يلا بعد ما يروح المدارس. وضبي الشقه واعملي الاكل. انا قلت اديكوا كده يوم تشجيع من اوله. وفرشت خلاص السجاد، ويلا بقى لو لسه ما حطيتيش اللايك حطوا اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم فيديوهاتي. انا خلاص حاطه السجاده كده في الطرقه، وحاطه المشايه دي كده الصغيره في الحته دي، لان انا اصلا كنت بعد السراير عن بعضها. طبعا الاول ما بنتجوز بنبقى بعدينهم، طبعا بعد ما بنخلف بنقرب كده السراير من بعضها علشان خاطر يعني الاولاد احنا بننام جنبهم،
فالحتة دي عندي بتبقى فاضية، هي المفروض اصلا هي طرقة صغننة انا حاطة فيها المشاية اللي بين السريرين دول. بس احنا لما بنشيل نقرب، يعني انا عندي سجادة تانية بس اما الشتا بيخش شوية بفرشها على الارض. تمام. انا حاطة المشاية دي لسه دلوقتي. بعد كده مسحت ترابيزة التلفزيون كده كويس جدا ولمعتها خلاص من التراب اللي كان عليها، لان هي تحت الشباك، واي تراب بيخش من الشباك طبعا من الشارع بيدخل عليها على طول ويبهدل لي الترابيزه دي، فلازم يوماتي امسحها زي ما انت شايفه كده، التراب اللي عليها ده كتير. بعد كده بقى بعد ما خلصت الأوضة ونضفتها وفرشتها، دخلت بقى على المطبخ عشان هو كان قرب يجي من الحضانة. زي ما قلتلك أنا عايشة أنا وابني لوحدي، جوزي مسافر بيجي لنا كده كل فترة. فطبعا ما عنديش غيره اهتم بيه، لاني يعني هو قاعد معايا وكده. فبعمل له بعد ما بيروح طبعا الحضانه، بيجي طبعا جعان لان ما بياكلش اصلا سندوتشاته خالص، يعني زي ما قلت لكم كده بياخدها يفسحها معاه ويجي. ابتديت بقى اسلق بطاطس كده، عملت بطاطس مسلوقه وعملت بيض. آه وكلنا سوا كده اول ما جه. خلاص انا بستناه، يعني انا غسلت البطاطس ونقعتها. ما غسلتش عشان لسه هي فيها طينه برضو. سبتها لغاية ما الطينة دي راحت من عليها شوية ونقعتها في مية، وبعد كده غسلت الكسرونة تاني. غسلتها كويس جدا عشان كان فيها طينة، وبعد كده غسلت البطاطس زي ما انت شايفة كده بقت زي الفل معايا. وخلاص حطيتها في الكسرونة وهحطها على النار. انا بس بقطعها كده عشان بس تستوي بسرعة، يعني مش تاخد وقت كبير قوي، واحس انها استوت من بره وما استوتش من جوه. بحب اقطعها واقشرها على طول. خلاص كده بقت جاهزة معايا، احطها على النار. بس مش بحط فيها اي حاجة، ولا بحط فيها ملح ولا اي حاجة. لما بتطلع بحط عليها بقى ملح وكمون. بظبطها يعني خلاص. وبحط عليها كمان حتة سمنة بتدي طعم حلو، لو سمنة بلدي بقى يا سلام. خلاص بعد كده بقى ابتديت، بعد ما جه وقعد وكلنا، وكمان ريح شوية وبنتي نامت كمان نيمتها، وانا ريحت شوية كمان قمت بقى عشان اعمل الغدا. كان عندي شوية بانيه من امبارح وكنت متبلاهم وحطاهم في التلاجة كده، في اللي هو الدرج اللي تحت التلاجة ده. الدرج ده ممكن تسيبي اي لحمة فيه او اي فراخ. يعني ممكن تسيبي فيه لحوم لمدة 3 ايام، بس ما تسيبيش بعد ال3 ايام يعني. ممكن تحطيه فيهم حتى لو انت مفرزوهم ومطلعوهم، مثلا عايزة تاكلي حاجة بكرة بس خايفة يبوظ منك، الدرج ده بيحفظه يعني مدة 3 ايام يعني. بجد معلومة متأكدة منها. كنت دايما بعمل حاجة بدل ما برجع افكها وافرزها تاني، وده كده غلط. ب... بسيبها في الدرج ده شوية عشان خاطر ايه، ما فرزهاش تاني يعني. خلاص سبته بقى فيه، وبعد كده قلت اما اقوم بقى اعمل شوية مكرونة جنبه، ما كنتش قادرة بقى اعمل حاجة. فقلت اما اقوم اعمل شوية مكرونة كده بالصلصة سريعة كده. المكرونة اللي هي الهلال دي، وعملتها خلاص وقطعت الطماطم كده في الخلاط، وحطيت عليه قرن فلفل وفصين من التوم كمان. انا بعملها بالطريقه دي على طول. المكرونه تبقى طعمها تحفه بجد، جربيها بالطريقه دي كذا مره اعملها معاكم على القناه بالطريقه دي، وبتبقى طعمها جنين تحفه بجد. بحط بقى على الميه المغليه شويه من الملح وكمان شويه من الزيت، معلقه كبيره كده من الزيت. واول ما بتغلي الميه بضيف المكرونه بالشكل ده كده. خلاص حطيت كيس من المكرونه وقلبتها كويس، وابتديت اعمل الصلصه. اهي المكرونة خلاص سبتها بقى تستوي، وابتديت خلاص اعمل الصلصة. انا عملت الطماطم، بس طبعا بعد ما بشرت البصل حطيته على النار كده، وحطيت فيه شوية من الزيت شوية من السمنة. وبعد كده شغلت النار عليه وابتديت اقلب لغاية بس ما ياخد لون اصفر كده، ونزلت عليه بالطماطم. خلاص بسرعة كده خلصت الأكل سريعا سريعا. أنا زي ما قلت لكم كان عندي يعني البانيه، وما كانش فاضل غير إن أعمل شوية مكرونة كده وسلطة. وعملتهم في ثواني يعني ما خدوش مني وقت خالص. خلاص عملت اهو الطماطم، نزلت بيها على البصل أول ما لونه اصفر. هبتدي بقى احط البهارات بتاعتي. حطيت ورق لورا، وحطيت كمان شوية صغيرين جدا من الفلفل الاسمر، وشوية كمون، كترت الكمون والملح، وكمان حطيت شعرة بهارات. بس انا مش بضيف اي اضافات تانية على المكرونة، وخلاص هي بقت جاهزة معايا كده. حطيت بهاراتي وخلصت. وكان ابني طبعا جه من الحضانة من بدري زي ما قلتلكوا، دخل نام شوية. وانا كمان ريحت شوية وخلاص. كده الشقة نظيفة، ما كانش فاضل بس هي غير الأوضة اللي أنا كنت عاملاها معاكم دي وخلاص.
بجد اليوم كان سهل وبسيط، ما كانش فيه اي حاجة غير ان انا عملت الحاجات البسيطة دي. وبعد كده كلنا خلاص، وعملت اكل كمان لبنتي واليوم عدى. يلا قومي تشجعي بقى كده، خشي المطبخ واعملي الاكل، ويلا نظمي حياتك كده واحدة واحدة، ويومك يبقى جميل زينا ان شاء الله. ويلا حطي اللايك بقى لو لسه ما حطيتيهوش، والاشتراك زي ما قلت لكم عشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم ان شاء الله. يا رب. بس خلاص انا هي خلصت المكرونة بقى جاهزة معايا. بسيبها بقى لغاية ما تأثر كده، وبعد كده قليت البانيه اهو بالشكل ده. خلاص كان على النار بيستوي. وانا قلت لكم انا عامله انا وابني، يعني احنا قاعدين سوا، هو بيحب ياكل البانيه والمكرونه دايما، الاكله اللي دايما نقول للناس بتعملها في اول الجواز هو بيموت فيها. وانا كمان بحب دايما اكل مكرونه وبانيه او مكرونه وفراخ. بحب الاكله دي قوي. خلاص بعد ما الطماطم قصرت كده، نزلت بقى عليها بالمكرونه وبس خلاص. زي ما قلت لكم اكله كده سريعه، في ثانيه عملتها يعني. حاولت ان انا اختار حاجة سريعة، زهقت من البطاطس والبانيه يعني، فقلت شوية اجدد فعملت مكرونة وبانيه. الاكلة اللي هي دايما احنا بنعملها لما الواحد بيكون زهقان كده من الاكل. زي ما قلت لك انا كنت متبلة البانيه اصلا، وكان جاهز على القلي يعني، ما كانش محتاج اي حاجة. خلاص قلبتها وسبتها كده دقيقتين على النار. وبعد كده عملت لابني سلطة كده، سلطة طماطم. طماطم بس، هو ما بيحبش الخضار التاني، لا بيحب الخيار ولا الجرجير ولا الكلام ده. هو كده بيحب طماطم بشوية كمون وشوية ملح. عملت له هو كده الطماطم بتاعته، وانا كمان عملت حاجة تانية بس هتشوفيها كده انا بعملها، وانا بحطها كده مع الفيديو ان شاء الله هتشوفيها. عملت له هو كده حاجة تفتح النفس جنب الأكل. ساعات بيكون عندي كاتشب بحط، لو مش عندي بعمل له كده طماطم وبس كده. الأكل خلاص بقى جاهز، ابتديت أغرف المكرونة. خلاص شايفه المكرونه مفلفله ازاي ومليانه صلصه، يعني شوفي مليانه صلصه ومفلفله. انا بحبها قوي كده، لكن ما بحبهاش مش فيها صلصه خالص، دي ما بحبهاش. بحبها كده غرقانه في الصلصه ومفلفله زي ما انت شايفه كده. وكل واحده ماليه مركزها كده، ولا في واحده متقطعه ولا معجنه ولا اي حاجه. شايفه شكلها؟ بجد شكلها يجنن، وتتاكل اكله اصلا من غير لا بانيه ولا فراخ ولا اي حاجه خالص. يلا قومي اعملي بقى الاكل، انت لسه قاعده، قومي كده نشطي من نفسك وسمي الله كده، وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واشتغلي في البيت كده، وشوفي طلبات الاولاد، احنا ليهم مش لنفسنا ولا لقعدتنا. خلاص. بس خلاص خلصت المكرونة. بعد كده الطماطم بقت جاهزة والبانيه. وكمان عملت لي انا بقى ايه، عملت لي ليمون معصفر، انا كنت عاملاه معاكم هنا في القناة، هتلاقي وصفته على القناة. حطيت كمان لي انا بقى الليمون ده بموت فيه، طعمه تحفة ومش مشطشط خالص وحلو. يلا بقى احط اللايك وهتوحشوني جدا، مع السلامة.